اهلا بيكم في حلقتنا الجديده من سيف اند لاود، البرنامج اللي هيفكر الستات بحقوقها علشان الموضوع زاد عن حده. والنهارده معايا حد انا بموت فيه، ايقونه الطب النفسي، دكتور منى رضا، استاذ الطب النفسي، ويعني بالنسبه لي اكتر حد بعمل له فولو وبعشقه اونلاين، لان كل ريل وكل بوست بينزل معلومات بس. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا دينا، عامله ايه؟ دكتور اشكرك انك جيتي البودكاست المتواضع بتاعي. انت عارفه ان انا يعني بحبك قد ايه، ولو قلتي لي ايه هسيب كل حاجه واجيلك. دكتور دي مش مبروك. الحلقه الوحيده، طيب ان خلي شاء الله بالك إن شاء يعني الله. هتيجي مره معاكي في والتانيه كل حاجه يعني. ومبروك. ميرسي يا دكتور علي. ربنا يوفقك. دكتور، البودكاست ده الجول منه هو ان احنا نتكلم مع البنات فيما بعد التحرش. يعني دايما احنا بنتكلم هل في ولا ما فيش، ونقعد نبلغ عن مشاكل والناس تقول لك لا ما حصلش، ده ذنب البنت. لا 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 لا، احنا عايزين ندخل في الجد ما بعد الواقعة. انا عايزه حضرتك بقى تاخديني كده عشان البنت اللي تعرضت لحاجه تبقى جاهزه نفسيا، وانها تعرف تتعامل مع المشاعر اللي هي ما كانتش مستنياها. خديني بقى يا دكتور كده من الاول، بنت تعرضت لتحرش لفظي او اعتداء جنسي، ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه بتحصل للبنت هو احساسها بان امانها اتكسر، فده بالنسبه لها يبقى حاجه تخض. في اول مرحله فيه الشوك، الصدمه، انا ازاي حصل ده ايه ده بيفجر عندها شعور بعدم الأمان، وجسمها نفسه بيبتدي يتفاعل مع هذا الشيء، سواء كان بقى بإني أحس إن في رعشة في إيديا، في نوع من أنواع عدم التركيز، نوع من أنواع الرفض أو عدم القدرة على أداء. مرحلة الصدمة دي مرحلة قاسية جدا على اللي تعرضت للتحرش. الضحية بتبقى فعلا مصدومة. ده بيدخل بعدها في مرحلة ممكن تكون إنكار، لا ده ما حصلش، مش ممكن يكون حصل. اللي بعدها يدخل في موضوع الشك، هو انا عملت ايه غلط عشان خاطر يحصل لي كده؟ هو انا غلطت في ايه؟ كنت لابسه ايه؟ كنت فين؟ هو انا ما خدتش بالي في ايه اللي خلاني ضحيه تحرش؟ المراحل دي قاسيه جدا على الضحيه، وخاصه لو الضحيه ما كانش عندها القدره تعبر او تقول ده حصل، او عبرت وقالت واللي حواليها ما تفاعلوش بالشكل اللي هي مستنياه، وده هنتكلم عليه. لكن المرحلة الأولانية دي بتؤدي إلى أنه هذه الحادثة يحصل لها نوع من أنواع البرينتينج، تقعد في المخ كأنها اترسمت في مخها، وما قبل حاجة وما بعد حاجة تانية. بعدين نبتدي نخش في مرحلة الغضب، وممكن نخش في مرحلة برضو تبقى فيها نوع من أنواع التجنب، مش عايزة أخرج، مش عايزة أروح، مش هروح المكان ده، مش هنزل مع الناس دول، مش هركب أتوبيسات. كل شخصية وليها طريقة تعاملها في المرحلة دي، وممكن تدخل في اكتئاب، وممكن تدخل في الناس عارفة كلها حاجة اسمها كرب ما بعد الصدمة، اللي هو من كتر ما الصدمة دي كانت شديدة وبتهدد أمانها، يبتدي يبقى عندها أعراض نفسية واضحة وصريحة إنه أي موقف بتتحط فيه هي بتبقى كأنها شايفاه من وراء إزاز، فمش قادرة تحسه ولا قادرة تتفاعل معاه بالشكل المناسب. فلما تروح فرح أوكي، تاني يوم جنازة أوكي، فكأنه حصل تبلد للمشاعر، ويحصل نوع من أنواع إعادة ريليفينج، تعيش تاني اللقطة بتاعت التعرض لهذا الحدث، وبناء عليه جسمها وأعراضها الجسمانية تبتدي تشتغل معها تاني، يجي لها فلاش باكس كأنها بتشوف الحادثة حصلت إزاي، كانت راكبة عربية نزل بيها على الجنب، العنف اللي اتمارس عليها، الرعب اللي بيسموها القهر اللي حست بيه في لحظتها. وكل المشاعر دي لما ترجع لها دي بتؤدي بيها إلى تغيرات في المخ تساعدها أو تزقها في إنها تخش PTSD، كرب ما بعد الصدمة، تخش في anxiety، توتر حاد، تخش في اكتئاب. وللأسف الشديد كتير من المحيطين بيها ما بيبقوش فاهمين إن ده اللي بيحصل، وبناء عليه ما بيهتموش بيها الاهتمام المطلوب. اتعودنا نعمل ايه بقى؟ نلوم الضحية. طبعا. وكأنه أنا لما بلوم الضحية أنا كده بتخلص من إحساسي بالذنب، بتخلص من مسؤولياتي، بتخلص من جهلي اللي هو أنا مفروض أعمل إيه معاها. فعشان كده الضحية بتمر بمراحل كتير، ومش كلهم ماشيين على نفس المرحلة. يعني مش معنى أن أنا حصل لي تحرش يوم السبت يبقى يوم الحد هحس بكذا، يوم الاثنين هحس نو. في ساعات ضحايا بتبقى عاملة زي بندول الساعة، راحة من الشوك لمرحلة الإنكار، لمرحلة الغضب، لمرحلة إنه أبقى عندي اكتئاب، لمرحلة إن أنا أبقى
داوتنج، ان انا عماله اشك انا ايه اللي عملته مظبوط ومش مظبوط، عارفه زي البندول الساعه. فهي بتتنطط بين المراحل دول لحد ما ترهق تماما، فيا اما تروح قافله على الموضوع ودفناه تحت الارض بس هو ما اتهضمش هيطلع قدام، او ان هي تبتدي تبقى عندها اعراض نفسيه واضحه وصريحه ان هي عندها اكتئاب، عندها PTSD، عندها انكزايتي، او وده اللي احنا بنشوفه كتير بقى، تتجوز وتجيلنا بمشاكل في العلاقه مع الزوج، سواء على المستوى الانساني او على المستوى الخاص ما بينهم في علاقتهم الجنسيه. وكتير قوي على فكره ييجوا على ان عندها مشكله جنسيه، نقعد وندردش وناخد وندي شويه نكتشف انه ايه، في هيستوري اوف حاجه ما اتهضمتش من وهي عندها 9 سنين وهي قاعده قدامي عندها 29 سنه، في حاجه حصلت وهي عندها 18 20 سنه وهي قاعده عندي قدامي عندها 32 سنه. عشان كده لازم نرجع للي فات ونبتدي نشوف هو حصل ازاي، هي حست بايه، مرت بايه، وكانت متوقعه ايه من اللي حواليها ولقت ايه. طب امتى هي البنت تعرف انها محتاجة تلجأ لحد متخصص تتكلم فيه عن مشاعرها؟ لانه تقريبا كل البنات تتعرض للتحرش، وممكن بنات زي ما حضرتك قلتي ايه تكبر وما تفكرش في الموضوع وتتخيل انها عدت، ولكن بعد كده تتفاجئ انها في صدمة. طب ايه الحاجات اللي انا لو بمر بيها اعرف ان انا لازم اروح لثيرابيست؟ خلينا نتفق انه احيانا كتيره ناس بتتعرض لتحرش ولكن المجتمع المحيط بيها ما بيفهمهاش ان ده تحرش. يعني دي نقطة مهمة جدا. ممكن نكون 110 مليون بس مش كلنا متفقين على نفس التعريفات، مش على نفس مستوى الثقافة، مش على نفس درجة التعليم، مش على نفس درجة المبادئ. فممكن قوي في مجتمعات صغنطوطة منغلقة بيخبطوا في بعض طول ما هم ماشيين، الراجل ومراته مخلفين 5 عيال وقاعدين في اوضتين وصالة ومعاه حماته، فالعيال كلهم بيناموا في أوضة واحدة. فبديهي ممكن يحصل بعض التلامس في سن المراهقة، ما بيبقوش لا عرفوا ده ان ده غلط ولا دي ان ده غلط، رغم انه المراهق والمراهقه في السن ده بيبقوا عارفين ان دي مشاعر غريبه واللي حصل ده ايه ده، او ادركوا بعد شويه انه لا مش مفروض نعرف كده. فلدرجه التوعيه والمعرفه في النقطه دي بتحدد عندي الاصابه هيبقى شكلها ايه في الضحيه. لو هم شايفين انه اتس اوكي حصل خير، ما ده عادي بيحصل في كل المجتمع اللي حوالينا ده عادي، ايه المشكله؟ ودول اللي بينشئوا لك الناس اللي تشوفيهم على السوشيال ميديا يقول لك ايه ما عادي او ما هي السبب. لكن في مجتمعات تانية هنلاقي انه المعايير are very strict، انه ما ينفعش تلمس طفل من غير ما تاخد اذنه، ما ينفعش ان انت تخشي الحمام حد يدخل معاكي. الامهات بتوعي عيالها وهي رايحه الحضانه وهي رايحه تمرين السباحه، خلي بالك في مناطق معينه في جسمك لحد يشوفها ولا حد يلمسها، لا مدرب ولا الداده ولا غيره. فبيبقى فيه حرص وتعليم وتوعيه. عشان كده اللي بيخلي الشخص يحس ان ده غلط يا الفطرة يا التعليم. هتشعر بيه انه في حاجة غلط هتروح لمين؟ يا هتتكلم يا مش هتتكلم. لو اتكلمت ولقت ان اللي قدامها اهتم فهياخدها لمتخصص يقدر يشوف اذا كانت الحادثة دي عدت ولا الحادثة دي لازم هي يحصل لها نوع من انواع الانكابسوليشن. يعني احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخلي الشخص يتعايش مع اللي حصل من غير ما يسيب اثار مستقبلية. لكن العام والشائع ايه؟ انها ما تجيش، انها ما تقولش، انها تقول وما تتقدرش، ما تتصدقش. هل ممكن الثيرابيست يلومها؟ يعني هل في ثيرابيست نو واي ده ما يبقاش ثيرابيست، معلش سوري، ده ما يبقاش ثيرابيست خالص، حتى لو هو من جواه حاسس، ولا دكتور، حتى لو هو راجل ومن النوع اللي بيحس ان الضحيه هي السبب. احنا بنقعد مع الضحيه، لا انا راجل ولا انت ست، انا دماغ قاعده متعلمه تعليم معين، بحاول بتعليمي وخبرتي اسخره انه يساعد اللي قدامي. مش مهم بقى قاعده مع راجل، قاعده مع ست، قاعده مع طفل، قاعده مع كبير، اللي يحط البارامترز دي او اللي يرتكب حاجه من اللي انت قلتيهم دول يبقى معناها ان هو بيحط معتقداته الشخصيه على الترابيزه بتاعه العلاج، وده يعتبر unethical، غير اخلاقي في ممارسه المهنه. لكن هو ساعات الضحيه هي اللي بتخاف تقول. يعني ممكن تبقى جايه وداخله عندها قلق وتوتر، وبعد جلسه واتنين اكتشفنا، يعني هي حست ان الموضوع، انا ابقى شايفه ان الموضوع ده، انا يعني مش عايزه اقول كلمه يعني تستغربوها شويه، احنا المفروض بنمشي دايما على اللي العيان بيقولوا، بس الخبره بتخليني ساعات اقول ايه الموضوع ده فيه حاجه مستخبيه، بس العيانه مش ريدي انها تقولها لي. فنقعد القعده اللي بعدها، فاهم حاجه بنعملها ان احنا نورمالايز، نقول انه بيحصل انه في ناس تتعرض للتحرش وتتخيل انه حاجه ما تقدرش تتكلم عنها. يمكن هي لما تاخد الامان تبتدي تحكي للثيرابيست او للدكتور، سواء كان راجل او ست،
لكن لو هي حاولت تقول انه كان في حوادث بتحصل وجابت سيره حادثه من المعروفه مجتمعيا، فلقت الدكتور راح قافل على الموضوع، خلاص هي حست انها ما ينفعش تتكلم معاه. وده اللي بيفرق الثيرابيست او الدكتور الاكسبيرينسد عن الدكتور اللي هو عنده ما نطلق عليه personal limitations، يعني حدود شخصيه. ليه؟ لانه انا ما عنديش لا المعلومه او المهاره ولا القدره على التعامل مع اللي العيان هيقوله. فاسهل حاجه اعملها ايه؟ دينايل، زي الاهالي بالظبط. ما احنا بشر. هو الدكتور ولا الثيرابيست ايه؟ بشر. بس عشان كده دايما بنقول انه الامكانيات الشخصيه بتاعت اللي بيتعامل مع الضحيه مش اي حد. ليه في شويه بنات، مش هقول كلهم، لما بيحصل لهم اي نوع من انواع الاعتداء الجنسي بيبداوا يفكروا لثانيه هو انا ممكن اكون عملت ايه؟ يعني ليه احنا متبرمجين ان احنا حتى لو اونلاين ما بنطلعش نقول كده، نطلع نقول لا مش غلطتي. ممكن حاجه جوانا كده صغيره بتقولي ايه، هو انت عملتي ايه؟ ازاي ده حصل؟ جزء من البروسيس بتاعت الشخصيه النفسيه بتاعتي لما اتعرض لاعتداء انه يبقى فيها شك وفيها دينايل. وده لانه دايما وابدا البني ادم بيبحث عن الشعور بالامان. فلما بيتخبط لانه انا اتحطيت، اصل هو التحرش او الاعتداء وطبعا هما درجات مختلفة، لكن الفكرة امتى بقول ان ده اعتداء عليا سواء باللفظ او باللمس او بالجنس؟ لما تقهريني وتجبريني على شيء انا مش قابلاه. فهنا احنا ما بقيناش 2 بشر بيتعاملوا مع بعض زي بعض، هنا واحد خد كنترول على التاني وقهره. فالشعور بالقهر ده بيولد عندي احساس بالقلق وعدم الرضا بانه ده مش مفروض يحصل. احنا دايما بنعيش حياتنا متخيلين ان الدنيا امان، بنعدي الشارع الدنيا امان، بس عارفين في واحد ممكن يتخبط. احنا دايما بنقف في المطبخ نطبخ واحنا مطمنين، بس سمعنا عن ناس مطابخهم اتحرقت. بس الاحساس بالامان شيء احنا كلنا يا اما بنسعى اليه يا اما بنعيشه. فلما يجي حد يقهرني ويمارس عليا شيء انا رافضاه ومش موافقه عليه، يبقى معنى كده الاحساس بالامان اتخبط. فلما يتخبط انا دايما عايزه ارجع لفكره انه لا 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 ده ما حصلش، ده الدينايل. او ابتدي اقول هو حصل ليه. فدايما لو قلت ليه هيطلع لي عندي 200 يمكن، ولاني ضحيه فانا هحاول احمل نفسي السبب في اللي حصل. ليه بقى بحاول احمل نفسي؟ مش بس عشان انا في مرحله الداوتس او الشك في ان انا كنت مسؤوله فين، لانه التربيه بتاعتي كانت دايما بتقول ايه؟ مجتمع من وانا فسفوسه صغنطوطه كده بجري بشرطينه في راسي بضفيرتين بيقول لي ان البنت هي اللي مسؤوله عن التحرش اللي بيحصل لها. فبديهي انه الكونديشننج، الارتباط الشرطي اللي اتوجد في ذهني من وانا صغيره، انه لو حصل تحرش فانت اللي غلطانه، انت اللي كنت لابسه، انت اللي قلتي له، انت اللي ضحكتي له، انت في برين واش معمول لنا، في نوع من انواع الكونديشننج، ارتباط شرطي بالظبط زي ما اي حد فينا مرتبط عنده ان القطه السوداء دي باد لك مثلا. او يبقى عندنا ارتباط شرطي انه لو حد هرش في ايده الشمال يبقى هيجي له فلوس. ده ايه الخرافات دي؟ بس اول مره اسمعها دي. لا انا عندي اليمين دي بسلم على حد مش متوقعه اشوفه، والشمال تيجي لي فلوس انا مش متوقعه، يعني مش مرتبي مش شغل، لا. ففي حاجات بتبقى موجوده سوبرستيشس كده. بس اقصد اقول انه هي خرافه اي نعم، مش فاليد، مش حقيقه، بس من كتر ما بتتكرر انا ببتدي اشوف وكانها حصل ارتباط ما بين الاثنين. انه طالما ان انا تعرضت لتحرش يبقى انا اللي غلطانه. جبتها منين؟ من انه طول ما انا بكبر بتتقال لي 1 تساوي 2، 1 زائد 1 تساوي 2. انت ضحكتي له تستاهلي يتحرش بيكي، انت لبستي قصير تستاهلي يتحرش بيكي. دي كانت نظره مجتمع بيبثها في كل الاناث، والمجتمع عمره ما بص يشوف يقول طب وهو المتحرش يتحرش بيها ليه؟ ده حتى لسه لحد النهارده في حوادث بتحصل، لانه دي ظاهره عالميا يبقى في تحرش. لما بيحصل اي حادثه يقول لك ايه وهي كان ايه اللي موديها هناك؟ ما هي كانت لابسه كده ليه؟ وكانه هي مسؤوله عن ان هو ما يعملش تحرش. هو مين الفاعل؟ تصدقي بقى انك لما تيجي تقف جات لي وانت قاعدين ندرج دلوقتي ان المفعول به يصبح مسؤول عن فعل الفاعل. ده في انهي قواعد لغه عربيه دي؟ ان المفعول به يبقى مسؤول عن فعل الفاعل. ده اللي بيحصل. فعشان كده بيبقى عندنا جزء كبير جدا من سيكولوجية الضحية للأسف غير مهتم بيه. وهي مش بس مجرد نفسيتها، لأن هي كفرد هي جزء من المجتمع. فزي ما تأثرت بأفكار المجتمع محتاج يغير في آليات التعامل مع قضايا التحرش، الاغتصاب،
ضحايا. بمناسبة نظرة المجتمع يا دكتور، هو أصلا البودكاست ده بدأ ليه بقى؟ كنت خارجة أنا وصاحبتي، إحنا كنا 20 كوبل، يعني معانا 20 راجل، وخارجين في ريستوران كبير جدا في التجمع، وحاجة لا يمكن تتخيلي إن ممكن يحصل حاجة هناك، وويتر تحرش بصاحبتي. أنا بالنسبة لي الصدمة ما كانتش الويتر، أنا الصدمة كانت رياكشن واحدة صاحبتنا، ما تفضحوهوش. هي لما لقت الموضوع بيكبر وطلعنا الكاميرا ولقينا الولد وابتدى البوليس جه، هي ابتدت بقى يجي لها بانيك مش مفهوم. انا طول عمري بقرا اونلاين على الستات اللي بتعمل كده، بس ان انا اشوفها من واحده هي اصلا الموضوع ما يخصهاش، الولد بالكاميرا متجاب بيعمل حاجه، ارجوكوا لو ربنا دار عليه انتوا هتفضحوه، اكيد اتعلم من غلطته، انتوا هتمسكوه ليه وتسجنوه وتضيعوا مستقبله ليه؟ كلام ساذج لأبعد الحدود من بنت متعلمة واعية كبيرة في السن كمان مش صغيرة. وده خلاني أحس إنه لا، هي ليه متبرمجة، إن هي ليه المجتمع كله ليه أول ما بيشوف البنت، يعني عمرك ما تلاقي مثلا حد بيدافع عن حرامي مرتشي قاتل، لكن قضايا التحرش دي بالذات اول ما بتظهر بتبقى عارفه اونلاين ان هيظهر جروبين، جروب بيدافع عن المتحرش وجروب بيدافع عن بنت. حاجه غريبه جدا رد الفعل لما بنسمع عن حاجه زي كده، ان احنا احيانا زي ما قلنا من شويه، انت كنتي لابسه ايه، انت كنتي عامله ايه، انت كنتي مسويه ايه، احنا بنسميها dehumanization of the event، بمعنى ان انا بشيل العنصر البشري من الواقع. فانا شلت البنت من القضيه، بس حطيت اللبس، حطيت المكان، حطيت الزمان، وكأني مش عايزة أحس إن كان في بني آدم في المكان ده مسؤول. وأنا لو لقيت إن في بني آدم فأنا مفروض أتعاطف أو أتصرف على المستوى المشاعر بشكل أنا معرفوش. فأسهل حاجة أعمل إيه؟ أشيل البني آدم من الحادثة. صاحبتك اللي دفعت عن المتحرش هي برضو بتبحث عن الأمان وعن الاستابيليتي، فهي شايفة إن أنا لو المتحرش ده نبتدي نديله بقى صبغات مختلفة خاطئة. فصبغة الطيبة انه حرام ما تأذوش في مجتمع في رزقه، صبغة دينية ما هو يعني اكيد عارف ان اللي عمله غلط، اديله صبغة مجتمعية اكيد هو حرام، هو كان حد ضايقه وهو صغير اتحرش بيه فعشان كده بيعمل كده. ابتدي احط الحاجات في مكان غلط، وكأن المكان الغلط ده هيديني انا شعور بالراحة والامان، لان هو ده اكتر حاجة انا بدور عليها في السيتويشن ده. واحدة تانية قاعدة جنبها مثلا هتلاقيها بتقولك ايه، لا اللي هيديني الراحة والأمان هو justice، يتسجن، العدل. العدل، وده له ناس وهم اللي يقولوا يتسجن ولا ياخد جنحة ولا يعمل ايه، بس انا بتكلم العدل، ان كلنا بندور على الأمان والعدل. فالموقف بتاع اللي حصل ده وانتوا قاعدين بتتعشوا ده لا فيه أمان ولا فيه عدل، فيا ترى رد فعل كل واحد فينا لعدم وجود الأمان والعدل هيبقى شكله ايه؟ في حد هيسعى بسرعة 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 ادوني سكة الأمان، سامحوه ده حرام غلطان، طب نخليه يصوم، طب نخليه مش عارفة ايه، اللي هو بسرعة بسرعة انا بدور على الأمان، يبقى أنا مش حاسة بالأمان. وده حد تاني يكون شايف انه لا العدل لازم هو اللي يطبق، وبناء عليه نشوف هو غلطان في ايه ويتعاقب بناء على قد الجرم بتاعه. فدايما الناس بتختلف في وجهات نظرها. وليه بقى؟ عشان احنا البني ادمين. النهارده كنت قبل ما اجيلك عماله كده افكر، امبارح كلاينت قاعده معايا فبتقول لي، بقول لها هو البني ادم ده عباره عن ايه؟ لحم وعظم وشويه شغط وشعر ورموش وكل حاجه، بس احنا بالنسبه لنا في النفسيه البني ادم ده عباره عن مشاعر، افكار، تصرفات. انا بحس بايه، بفكر في ايه، بتصرف ازاي. ففي ناس ماشيه بالمشاعر فقط، اللي هي بتدور على الامان، حتى تلاقيهم في اي مش بس تحرك، في اي موقف هم بيدوروا على ان كل حاجه تتظبط وترجع زي ما كانت. هي احنا عاملين زي البيت مكركب، طب حطه تحت السجاده، طب دخله في الدولاب، طب حطي حاجات في الديش ووشر. انت بتدوري على انه المكان يبقى كويس، اي حاجه تخوفنا نشيليها. ايوه. وبناء عليهم على طول يروحوا ساحبين نفسهم بانه ايه، خلاص ستف ظبط قفلوا الموضوع ومشوا الواد وخلصوا بسرعه، عشان انا اللي عايزه احس بالامان، لا اسم ولا قضيه ولا اي حاجه. هي قالت كده فعلا. شفتي احساس بالامان، شيء غريب جدا. انه انا عايزه ارجع للاستابيليتي بتاعتي. بغض النظر بقى عن المعيار التاني اللي هو عقلك بيقول ايه، لان دول ماشيين بالمخ العاطفي بتاعهم، اللي هو العواطف بتاعتي هي اللي بتحدد لي انا هعمل ايه. عكس بقى الناس هتفكر بعقلها، اللي هو الموقف ده حصل، انا حسيت بغضب شديد، فشايفه ان العقل بيقول لي ايه، انه ده مش صح، وان ده غلط، وان ده فعل يعاقب عليه القانون. يبقى المفروض اعمل ايه؟ ابلغ.
يجي بعد كده بقى دور المجتمع في انه يكون عارف اي واحده تعرضت لنوع من التحرش واجبك ايه ناحيه نفسك. يعني لما كان بيبقى فيه قضايا تحرش وفلان ده اصله اتحرش بيها من 6 اشهر، طبعا مش هتعرفي تثبتيها، ودي نقطه مهمه. حضرتك قصدك يعني لازم تبلغ على طول، ما تستناش؟ لانه لما تيجي تقري في حوادث الاغتصاب، مفروض ان احنا عندنا في الطب النفسي جزء له علاقه واحنا بندرس اسمه الطب النفسي الشرعي، اللي هو له علاقه بالجرائم اللي بيبقى فيها بعض الحاجات النفسيه، زي اخر واحد سيريال كيلر قالوا هيتعرض على الطب الشرعي. في مثلا في امريكا يقولك لازم يتعرض على الطب الشرعي. ليه؟ عشان خاطر ندرس الاحداث. لما واحده بتيجي تقول ان هي تم اغتصابها، دي لازم كل حاجه هي لابساها اثناء الاغتصاب تحطها في كيس وتروح مبلغه بيها، لان بيبقى ده دليل انه فعلا ده حصل. وده لعدم وعي الناس بتبقى كلمتك قصاد كلمتي، وده ما ينفعش فيه ان انا اظلم واحد واتهمه بتحرش ولا اظلم بنت بان هي كانت ضحيه. الظلم وحش للطرفين. فعشان ابقى اوبجكتيف لازم اعلم البنات ولازم اعرف البنات مفروض لما تحصل حاجه تامني نفسك عشان تعرفي تاخدي حقك، لان دي نقطه مهمه قوي بقى في المشاكل اللي بنشوفها في البنات بعد كده. انه اول حاجه بتحصل لهم ايه؟ انا مش عارفه اخد حقي. بتفوق بعد 6 اشهر 8 اشهر تكتشف ان ما عرفتش تاخد حقها. فده بيسبب لها نوع من انواع ايه؟ قهر تاني. مش بس قهر اولاني اللي حصل اثناء الحادثه، ده قهر تاني، ده غير بقى القهورات الصغيره اللي حصلت في النص. هو البنات في كده بنت ساعات تقعدي معاها تلاقيها بتحكي لك انها تعرضت لتحرش لفظي في الشارع وتبقى منهارة، الموضوع بالنسبة لها عمل لها صدمة كبيرة. وبنت تانية تلاقيها عادي كده قاعدة معاكي كاجولي جدا بتحكي عن حاجة بشعة حصلت لها وهي صغيرة، وتحسيها متعاملة مع الموضوع بشكل سلمي جدا. يعني له علاقه اولا بانا شايفه التحرش ده قيمته ايه بالظبط، وايه الديفينيشن بتاعه بالنسبه لي. حتى فعلا وانت ان المجتمع كل واحد بيسمي التحرش زي ما هو عايز. نمره 2 له علاقه بشخصيتي. هل انا من النوع اللي كل حاجه لازم تبقى مظبوطه وماشيه بالملي وايدياليستيك وبرفكشنست؟ فطبعا لما حد يشتمني في الشارع ده انا هنهار. ازاي ده انا بيرفكت، ده انا ايديال. او لو انا من النوع اللي هو هبلي بابلي كده، فالحاجات لما بتحصل يا عم ما كانش واخد باله عادي وبتاع. فبنرجع تاني لفكره انه الشخصيه بتفرق. لذلك حتى ساعات في ناس تيجي تقول لك ايه، طب يعني هو لو حصل حادثه في البيت هل كل الولاد هيتصرفوا بنفس الطريقه؟ دراسات بتقول لا، لانه الجينات بتتنقل بس مش بس احنا فوتوكوبي من اهلنا جينيا، ولكن احنا كمان شخصيا مختلفين عن اخواتنا. فلو حصل لواحدة حاجة مش لازم يكون نفس رد الفعل بتاع التانية زيها. بمناسبة حاجة حصلت في البيت، امبارح كنت قاعدة على تيك توك وقاعدة بتفرج على الناس بتتكلم على ايه اونلاين. لقيت كمية بنات بعت نفس المشكلة وكلمت فيها مع سبيك اب النهاردة. قالوا لي ان هم عندهم فورم بنات بتملاه بتحكي مشاكلهم عليه 800 قصة، عليه 8000 قصة. 40% منهم نفس القصة. البنت تعرضت للتحرش من أبوها وهي صغيرة، دلوقتي هي كبيرة. في بقى بنات بقى قصص مختلفة، أنا بعدت من البيت وطلعت، وبنات تقول أنا ما قدرتش أعمل حاجة بس أنا دلوقتي هو بطل. دي قصة كتيرة اتقالت. أنا أعمل إيه؟ خلينا نتفق مع بعض إن لما بنبص على تحرش أو بنشك فيه، أول حاجة بسأل على البيت والمحيطين بالعيلة. هل حد بيعمل فيها حاجة؟ هل تعرضتي للتحرش من عم، خال، ابن عم، ابن خالة، أو من بنت خالتك أو ابن خالتك؟ الناس دايما متخيلة إن التحرش هيبقى ميل بفيميل. في تحرش في البيت بيحصل بفيميل لفيميل. زمان كان يقول لك ايه، العيال بيلعبوا في الأوضة جوه سيبهم مقفول عليهم الباب. نو العيال بيلعبوا في الأوضة جوه بس الباب مفتوح. لأن جوه دي بقى الولد مع البنت في سن 9 سنين و11 سنة، في سن 8 سنين و9 سنين، في سن 10 سنين و6 سنين. باب مفتوح. ولاد خالتك ولاد عمتك قرايبكم تلعبوا مع بعض بس الباب مفتوح. مش عشان انا اقعد مع اصحابي بره والعيال ما يعملوش دوشه اقفل عليهم الباب. تحصل مشاكل جوه بقى وخناقات في العيله، ابن العم اتحرش بالبنت. طب والبيات مع بعض؟
دي حاجات ترجع للاسر، ولكن انا اعتقد انه حتى لو هيباتوا مع بعض مفيش حاجه اسمها ان هم قاعدين تحت في البيزمنت براحتهم ب5-6 ساعات. برضو المتابعه مهمه، لا بقول ان احنا نتجسس عليهم ولا بقول ان احنا نكنترول، بس في حاجه اسمها متابعه، ومتابعه في الاعمار المختلفه، وانه لو بيحصل تحرش من الصبيان للبنات فهو بيحصل بين البنات وبيحصل ما بين الولاد، وما هواش استكشاف بتاع العيال الصغنطاطين اللي بيشوفوا عينيهم فين ومناخيرهم فين واعضائهم فين. تحرش بهدف جنسي، تعالي ما نجرب. وخلي بالك من حاجه يا دينا، الامهات لازم ياخدوا بالهم، احنا دلوقتي الموبايلات اللي في ايدين العيال مفتوحه على كل حاجه، فبيشوفوا ثقافات مختلفه عننا، طبعا، وبيشوفوا كلام مش متناسق مع تقاليدنا وعاداتنا. فبناء عليه انا مش بقول لكم امنعوا، لان المنع مش حل وانا ضد المنع تماما، ولكن اقول اولا لازم الاهالي تبقى عارفه المواقف دي نتصرف فيها ازاي. ثانيا لازم يكون في متابعه لفكر الولاد ومعرفه هم بيفكروا في ايه وشايفين قضايا ايه. يعني ساعات امهات تيجي تقول لي، اقول لها طب ما تفتحي انت الموضوع مع ابنك، اقري واعرفي وافتحي انت الموضوع مع ابنك، انا قريت على كذا كذا كذا، انت ايه رايك في الكلام ده؟ ممكن تلاقي رايه ان هو مظبوط ماشي مع افكارك، خلاص ما تقلقيش. وممكن تلاقي الراي بتاعه مايع، يبقى محتاجه انك تقعدي تتكلمي معاه. ولكن برضو يا امهات ما تتكلموش بصفه المعلم المدرس الملقن، لانه في سن معين الولاد ما بيقبلوهوش، واول حاجه هيقول لك اصل انت قديمه. بالظبط. لانك على طول انت اللي حطيتي نفسك انك سينيور عليه. طب هو في حد فينا تسنير عليه حد كان في سنه؟ لوجيك. بس هما ما بياخدوش بالهم، لان اللي بيحركهم الخوف. انا مش عايزه ابني يبقى كده، انا مش عايزه بنتي تبقى كده، انا مش عايزه ابني يتعرض. فبيبقى خوف شديد، فبيبقى عاملين زي الدبه اللي بلعت يعني هبشت عيالها او موتت عيالها. فاحنا محتاجين ان الاهالي تبقى عندها وعي وإدراك لابني في الألفية الثالثة هيتعرض لإيه وبنتي هتتعرض لإيه، وبناء عليه أبقى متابعة معاهم، مش مراقباهم ومش مفطصاهم ومش راكبة على نفسهم. وفي نفس الوقت في التوعية دي يبقى في توعية إنه لو حصل حاجة it's a safe zone، تعالوا قولوا لنا، لأن دور البيت في حالات التحرش دي مهم قوي. فأنت كنتي بتقولي لي 80,000 40% منهم أب بيتحرش ببنته أو أخ، أب أو أخ. يبقى أول حاجة إنه التحرش ممكن يكون من أفراد محيطين بالضحية، والضحية عندها شعور بالأمان ناحيته، فعشان كده مش مخوناهم. هي لما تركب أتوبيس هتقلق، هي لما هتنزل تمشي في الشارع هتاخد بالها، لكن الضحية بتبقى حد من البيت هو اعتدى بشكل أو بآخر. ده بيحصل ليه؟ أسبابه كتير قوي بقى، سواء كان الأخ الأكبر عنده شوية كده هرمونات لعبة في دماغه أكتر ما هو عنده كنترول يعمل إيه وما يعملش إيه، نوع من الاستكشاف، نوع من الاستلطاف، نوع من إن أنا عايز أجرب نفسي، فبقى أأمن حد مين؟ البيت. الأبهات ساعات بقى لازم نعرف نشوف هو أصلا كان إيه المشكلة بتاعته عشان خاطر يتحرش بطفل أو بمراهق. يعني كانت دايما زمان يقولك إيه، جوز الأم. صح. كنا بنتكلم في ده الحلقة اللي فاتت، تمثيلية مطلعين. مش شرط، في جواز أمهات بيبقوا زي الأبهات وأحسن، سكن داد هايل جدا وبيخاف عليها وبيحافظ عليها، وفي سكن داد بيبقى هو شخص غير سوي بشكل أو بآخر، زيه زي لو كان الأب غير سوي. يعني مش لازم يكون سيت اب البيت ان هم كلهم عيله كبيره عايشين في بيت صغير في اوضه واحده. ده هو ممكن يكون عيله عاديه جدا، فيلا وعربيات وفلوس وسينيهات، مالناش دعوه بالكلام ده. احنا لينا دعوه بالتربيه والنشأه والسيكولوجيه بتاعتهم كان شكلها ايه. بس على فكره بين قوسين كده، لما بقولك ان جوز الام هو اللي كان معروف زمان بكده، ده ارتباط شرطي قديم. مجتمع اللي حط بالظبط. خدتي بالك ان برضه متخيله ان ده بس دلوقتي لا، ده ممكن نلاقي من الاخ، من ابن العم، من ابن الخاله، من الاب نفسه. الاب بتبقى يعني على مستوى المجتمع هم 8000 و40%، فرقم كبير، لكن لما تيجي تبصي على مستوى المجتمع قوي هي مش نسبه عاليه تقلقني وتخوفني. مش كل اب كده بالظبط. فلما بيحصل حاجه زي كده بنسميها دوميستيك ابيوز، يعني حاجه جوه البيت، التصرف الطبيعي للبنت هيبقى حاجه من اتنين، يا هتقول يا هتخاف، فتخش فيه الشوك، دينايل، داوت تاني، وبعدين تخش بقى ايه في سكه انه تتعب او تعديها. بيفرق معانا هو حصل مره ولا متكرر، ومتكرر فريكونسي بتاعته شكلها ايه، لان الحاجه اللي بتتكرر كتير قوي. انا سمعت بقى انه انا كنت صغيره ما كنتش عارف انه غلط،
فتخيلت ان ده نوع من انواع اللعب. لما كبرت وعرفت انه غلط وجيت ارفض، اتهددت. ان انت كنتي موافقه كل ده، مش انك كنت جاهله، انت كنت موافقه. وهي بقى تبتدي تخاف ان لو راحت قالت لمامتها هتقول لها ايه؟ ما انت اللي ساكته كل ده، بالظبط، انت جزء منه. بالظبط. فعشان كده تبتدي ايه؟ تبلع القصه وتتحمل انها تدخل في تحرش بشكل هي نفسيا متقبله بشكل مختلف. يعني وهي صغيره ما تعرفش، كانت فاكره انه لعبه، فهي كانت مطمنه، كانت مبسوطه، كانت اوكي، لانها ما تعرفش. لما عرفت اصبح نفس الممارسه فيها قهر، فيها خوف، فيها غضب، فيها كره. ومين؟ الاب اللي مفروض ان احنا مولودين بالفطره نحب ابونا. فعشان كده يبتدي تولد عندها احساس ان انا بحب ابويا بس بكره افعاله. فلاف هيت ريليشن شيب تتكون، تسمع معاها بقى في حياتها. بعد كده نلاقيها بقى كوندكت وهي صغيره، سوء مسلك، تكبر تبقى بوردر لاين، انتي سوشيال، يجي لها PTSD بعد شويه، يجي لها ديبريشن. لانه هنا بقى بتبقى اللقطه بتاعت ان تبتدي تلوم نفسها انها استمرت في هذه العلاقه وانها ما عرفتش تقف. بس الملامه دي جايه امتى؟ بعد ما هو بطل ب10 سنين. طب في بنات بقى منهم كتير حكوا ان هم قالوا لامهاتهم والام ما رضيتش تاخد أجر. وعلى فكره مش كلهم امهات معتمده ماديا على الاب، في منهم عائلات تقدر جدا انها تسيب جوزها وتبقى مستقله ماديا وتشيل نفسها. عشان احنا بنبص على الحته الماديه بس يا دينا، لكن لو بصينا على الحته بتاعت المجتمعيه، في ستات ما تستحملش لقب انها مطلقه وده حقها. وكمان قصه اتطلقتي ليه؟ عشان جوزك متحرش. وفي ستات اللي هو بتبقى بالنسبه لها ما عندهاش التكوين النفسي ان انا ابقى غير معتمده على اللي قدامي. دايما بعض الستات بتشوف ان الاعتماد مادي، فيلا وسينيه وعربيه ومستوى اجتماعي. مش ده بس يا جماعه، في اعتماد نفسي. في ستات تقول لك انا ما اقدرش انام في البيت ما فيهوش راجل، انا ما اقدرش انام في سرير فاضي. ففي تعود واعتماد نفسي يخليها تتحمل حاجات تانية. بس في هذا يحضرني شيء برضو نجيب سيرته على الماشي كده، اللي هو الفكره بتاعت الاكسبتنس، القبول. عشان دي حاجه مهمه جدا جدا، وكنت حاطه في دماغي ان انا لازم اقولها لك في الحلقه، انه بليز يا امهات علموا رجالتكم وجوازكم ازاي يعلق على الحاجات الكويسه في بنتك وابنك. القبول بمعنى ايه؟ يعني بشوف ناس كده تيجي تقول لي ايه، اما اقولها طب انت علاقتك ما فيش تحرش، اوكي كيس ما فيهاش تحرش ولا حاجه، ولكن علاقاتها مضطربه مع الطرف الاخر. نخش في علاقه ونخرج تشيك رواندا تشيك، خطوبتين 3 ونفركش، 6 قرايات فاتحه ونفهم وجواز على صفيح ساخن. فيبقى الباترن بتاعنا شكله ايه؟ ان علاقاتي الانسانيه مع الطرف الاخر دائما مضطربه. اقول لها اركني بقى كل العلاقات دي على جنب وهاتي لي علاقتك بباباكي ومامتك. فتكتشفي ان العلاقه مع الاب ما كانش فيها قبول. هو مش بيثني عليها في اي شيء كويس، هو مش بيحسسها بانك انت حلوه، انت كويسه، انت كبني ادمه تتحبي. جبتي نمره وحشه في الحساب، سقطتي في الفيزياء، بس انت كبني ادمه تتحبي، انت غاليه عندي. فشعورها بعدم القبول ده بيسمع في حياتها انها يا اما تخش دايما في التوكسيك ريليشنز، يا اما الريد فلاج. الريد فلاجز تبقى بتاخدها في حضنها ومش هتعرف تقررها. ليه؟ لان هي بتبقى حاطه حاجه واحده بس في دماغها، انه يرضى عني، يقبلني بالزبط. عشان انا لا استحق، بالظبط، انا مش كامله. عشان كده بليز يا امهات، اذا كانوا الرجاله ابهات بالنسبه لهم اكسبيرينس جديده وما عندهمش القدره على انهم يستخدموا طب الكلمات، في راجل بيبقى طف يعني ناشف كده وبارد كلميه في اهميه ده عشان خاطر قدام. كلميه في انه لازم يبقى فيه تقبل، وافرق ما بين انا قبلك كشخص ولا انا قبلك كافعال، لان دي بيحصل فيه كونفيوجن ما بين الاثنين عند الاهالي. دي حلوه انا قوي ممكن ان انا ابقى بحبك، وعشان انا بحبك ما ينفعش ان انت تبقى بتكذب عليا، غير لما اقول له انت كذاب، انا ما بحبكش ان انت كذاب، يبقى انا حطيت الكذب قصاد الكيان. فانا دايما بقول حط الكيان انه كويس، وعشان انت ما احبك فحبش ان انت تعمل كده. احب ان انت تبقى دايما نظيف، احب ان انت دايما تبقى بتراعي التصرفات الفلانيه، احب انك تبقى صوره افضل مني. لكن الفكره بتاعت ان انا ما اديش قبول، هتلاقي الشخص ده او الشخصيه دي الضحيه دي داخله في توكسيك ريليشنز. عشان كده هي بتقعد تلوم نفسها تقول ايه، هو انا غلطت فين؟ ما انا متعوده ان انا بغلط، عمر ما حد قال لي ان انت بتعملي حاجه كويسه.
عشان كده البليم في الضحيه تلاقيه عالي جدا، واحساس بالدونيه والهيوميليشن، الاهانه. يعني ده التربيه اللي هي تربطها ممكن بتحطها في الفيكتيم منتاليتي، اللي زي حضرتك كنت بتقولي لي الفيكتيم بوتنشال. ممكن قوي انها تبقى بسبب ان هي بتبقى عايزه حد يقبلها، فممكن ما تاخدش بالها من الريد فلاجز، فتتحط في سيتويشن ما تعرفش تتصرف فيه، فيتم التحرش بيه. خلي بالك انه في حالات التحرش الضحيه بتفرق عندنا، هي اتفاجئت ولا هي كانت في مشوار ففي فلاجز طلعت بس هي ما شافتهاش، وهل ما شافتهاش عشان خاطر بالنسبه لها ده شيء طبيعي. يعني اتس نوت ذات ايزي على فكره. يعني وانا مش بتاعه قانون ولا قضاء ولا نيابه ولا بوليس ولا ليا دعوه بالكلبوش، انا ليا دعوه بالنفسيه نفسها، انه هي لقطت ان دي مؤشرات ان الموقف كده خطر، لقطت ان مديرها وهو معدي عليها لما طبطب على كتفها كده ده مؤشر ما تستريحلوش، وانك you have to set boundaries، انه من فضلك انا ببقى سنسيتيف شويه ان حد يلمسني، وما تعودتش ان حد يطبطب على كتفي. زي الام اللي هي الراجل اتحرش ببنتها، هي اول حاجه هتقول لها ايه؟ تهيألك. طب هي لو الام صممت تفضل مع الاب، والبنت شايفه نفسها دلوقتي، اكيد في بنت بتتفرج علينا هي مضطره تعيش مع ابوها، وهي عارفه ان ابوها هيمد ايده عليها تاني، تعمل ايه؟ تفصل سايكولوجيكلي ازاي عن حاجه زي كده؟ طبعا لما بيكونوا موجودين في نفس البيت ده بيبقى very hot situation، بسميه كده hot situation، سخن بمعنى ايه؟ ان انا عندي ديناميكيه ماشيه في البيت اثرت في البنت، ان البنت لما راحت قالت لمامتها، مامتها ما خدتش اكشن، سفهت الموضوع، كدبتها، ما خدتش اكشن في الموضوع، ده كله هيؤدي لان البنت مش بس عندها اجريشن، عنف ضد الاب اللي بيتحرش بيها، ده بقى عندها عنف ضد الام، انك ما خدتيليش حقي وما وقفتيش جنبي. فالعنف اللي هيطلع ده هيبان في التصرفات ما بينهم هما الثلاثه. طيب البنت مفروض تعمل ايه على حسب المرحله العمريه بتاعتها؟ لو تقدر ان هي تحمي نفسها، للاسف هنا بقى المفروض يجي ايه؟ دور المجتمع، حمايه البنت دي من التحرش اللي بيحصل في البيت. بس هي البنت هتروح لمين؟ انا نفسي ما اعرفش. كانوا سبيك اب النهارده بتقولي ان دور التعنف اللي هي البنات اللي بيتعرضوا لتعنف ويروحوا يقعدوا فيهم لما يضطروا يسيبوا البيت، بتقولي 8 على مستوى المحافظات كلها، وده رقم صغير جدا صحيح. وممكن العيله كلها تضطر تبقى عايز تمشي، يعني مش شرط البنت بتمشي لوحدها، وهي البنت ساعات بتبقى لعلمك بقى بتبقى ساعات ايه، ما هي ماما ما كانتش تقدر تسيبه، مش عشان خاطر ماديا، عشان خاطر تعليميا، لسه في مراحل تعليم مختلفه، اخواتي الصغير، وتلاقي واحده مثلا مره بتقول لي ما انا لو كنت ولعت البيت وقلت لهم وصممت ان احنا نسيب الراجل ده ونبعد عنه، طب انا اخواتي الصغيرين كانوش هياخدوا التعليم اللي انا اخدته، ما بيجي فين؟ فانا بظلم كله عشان احل مشكلتي، هظلمكم معايا، وبناء عليه تفكير كومن. وعشان كده بتحس بقد ايه هي مش بس ضحيه الحدث ولا ضحيه البيت، هي كمان ضحيه ان هو حطها في الموقف ده، وان انت كنتي سبب في ان انا اتحط في الموقف ده. انتوا حتى ما حاولتيش ان انت ترسمي الحدود، تساعديني في ان انا ارسم الحدود. طب في بقى حاجه تانية، الام عرفت ان الاخ بيتحرش ببنتها، دي بقى ده يعني الجوز ممكن تسيبه، ممكن تطلعها من البيت، ولكن لو ابنها ايه يعني يوجولي ايه اللي بيحصل؟ يعني يوجولي لازم نعرف ازاي، فين، وليه، واعمارهم ايه، وهو كان ايه اللي في دماغه ساعتها، لان ممكن تكون ما هواش تحرش بنية التحرش، هو كان نوع من انواع الملامسة والملاطفة الجسدية اللي فيها استكشاف. فاول حاجه انا مش هقدر افصل الاخين الاثنين غير ان كل واحد فيهم يبقى في حته في البيت. احاول بقدر الامكان كأم ان انا ما بقاش سايباهم لوحدهم في البيت، احاول بقدر الامكان ان انا اقعد مع الولد وافهم ايه النوايا بتاعته. خلي بالك ان الديفولت او الكونديشند ريسبونس اعنف الولد وابهدله واشتمه واسحب الموبايل واقطع النت على البيت، كلها حاجات برافو، بس في الاخر انا ما وصلتش لجواه عشان اعرف هو عمل كده ليه، ولا وصلت ان هو فهم ان ده غلط وفعل ممنوع ولا لا، ولا وصلت جواه عشان افهمه الصح ايه. انا اتصرفت باللي يتأمني. تاني يا دينا، انا بتصرف باللي يأمني، واللي انا شايفه ان هو ده اللي هينجيني من السيتويشن اللي انا فيه، ان انا اتخانق مع الولد واسحب تليفونه واحرمه من المصروف وما انتش مصيف في الساحل الشمالي كده. بالنسبه لي الحمد لله عملت اللي عليا، بس انا ما فهمتش وما حاولتش ان انا اكلمه باللغه بتاعته عشان كلامي يسمع جواه. طب ما بعد التحرش في علاقاتها بقى مع جوزها، مع خطيبها، الحب لما بتبقى هي طالعه من تجربه صعبه جدا، ده بيخليها تتعامل في العلاقات ازاي؟ طبعا مفيش ست زي التانية. حاجه من الاتنين،
حاجه من اتنين بس اللي فاكراهم دلوقتي، عشان زي ما انت قلتي مفيش ست زي التانية، لان دايما بنرجع لايه؟ الظروف circumstantial evidence، عارفه زي ما بتوع النيابه يقول لك الادله المحيطه بالموضوع. احنا برضو عندنا حاجات بتبقى محيطه، بمعنى انه زي ما كنتش من شويه بقول الفريكونسي قد ايه حصل تحرش، كانت سنها كام سنه، كان رد فعله ايه، كان قالت ما قالتش، مرت بايه في وقتها. فتبتدي تخش في اللفلفه بقى، هيفرق من شخص لاخر. هي داخله بتدور على نفس الباترن اللي هي اتعودت عليه في البيت، توكسيكو، ولا هي حصل لها نوع من انواع السيلف ديفلوبمنت، انها بقت عارفه انها لازم تبقى ما تسمحش لتعديات نفسيه معرفيه عاطفيه جسديه تحصل لها، فتعرف ترسم الخط. ففي علاقتها اللفلفه الاولانيه دي اللي هي بتاعت ميست كولز ومسجات وكلام من ده، هي عارفه ترسم الخط. وهل بترسمه بالقدر المناسب، ولا هي بتبقى متشدده فيه قوي، ولا هي بتبقى بتدور على الشخص اللي هيعيشها نفس الحاله المزاجيه النفسيه اللي كانت عايشاها طول حياتها. طب هي ليه ممكن تعوز تعيشها تاني؟ لان هي ده اللي اتعودت عليه، وهو ده شايفه نظام التعامل بين البشر، حتى لو عرفت ان ده كان اغلبهم غلط. ده انا كنت لسه هقول لك، واغلبهم بيخشوا في التوكسيكو تاني. اصل التوكسيكو ده انا اللي اتعودت عليه، ده اللي انا فاهماه، انا ما فهمت. ايوه هو ده اللي انا عارفاه، وده اللي انا فاهماه، وده اللي انا بمشي فيه. ما ببقاش شايفه هما مشيوا ليه، انا مش مدركه ان انا بتعامل معاهم من منطلق اللي كان بيحصل لي قبل كده، لان انا ما تعافتش من اللي حصل لي قبل كده. تعافي هنا بعد في الضحايا مهم جدا، انهم يتعافوا من اللي حصل فات، سواء كان ابوها، اخوها، ابن عمها، واحد في الشارع، واحد في النادي، مدرب، مدرس، I don't care. هل التعافي لازم يكون عن طريق العلاج النفسي، ولا ممكن أشكرك. هي مع نفسها؟ شفتي ايه رأيك؟ مش عشان اقول ان هو العلاج النفسي، عشان اقول انه مش اي حد ياخد العيانة في رحلة تعافي، ده لازم يكون متدرب وعنده خبرة، لانه بالظبط عاملة زي ما اكون بفتح بطن العيان وابتدي اسلك الجزء اللي انا عايزة العيان يتعامل معاه من غير المشاعر الفجة اللي كانت موجودة. فلازم حد يكون متخصص دارس وعنده خبرة، عشان ما نروحش السيكو ميكو فيكو، لان انا بشوف بقى ايه دي اليومين دول راحوا جربوا عند سيكو وميكو فيكو وجايين لي تروما تانية بقى لها علاقة بانه ما فهمنيش، استغل الموقف، اتحرش بيا. وطبعا هنا بقى انا I can't tell هو فعلا حصل الكلام ده ولا ما حصلش، وانا مش جهة تحقيق. حتى ما بيجوا بقى ايه بيشهدوني واقول لك هو مين ولا مش عايز اعرف هو مين. انا يعني تقول ان الشخص اللي كان بيعالجها عمل حاجة بالظبط. واحنا هنا بيبقى بالنسبه لنا مش ممكن اكذب العيانه، وفي نفس الوقت ما اقدرش اتهم حد في حاجه. فهي حتى ما تيجي بتبقى عايز تاخد مني فاليديشن، تصديق انه فعلا عمل فيها كده، وانا بالنسبه لي ده نو واي. انا مصدقه ان انت حسيتي بكده وان انت مريتي بكده، بس انا بالنسبه لي انا عايزه احل المشكله على بعضها، اللي توصلني انه ممكن يكون هزر معاها، طبطب عليها وهي خارجه فاعتبرته اتحرش بيها، وممكن يكون اتحرش بيها فعلا. هو ده موضوع اصلا كومن قوي، ان البنت لما تكون اتعرضت لتحرش وبلغت او طلعت على السوشيال ميديا واتكلمت، لو حصل لها من حد تاني حاجه، اول حاجه بتيجي في بالها ما انا مش هيصدقوا لو حاجات تاني، خلاص انا مش هينفع احكي تاني. ما هو مبني على باطل فهو مستمر على الباطل. أسوأ حاجات الاهالي ممكن يعملوها في اولادهم لو عرفوا ان هم بيتعرضوا لابتزاز الكتروني، اللوم والتجاهل وسحب الكمبيوتر وقفل الاكاونت ومسح كل اللي عليه، وما تبلغيش طبعا. ما هو كل ده مش هتنفع تبلغ خلاص. ما هو التجاهل معناه ان انا ما خدتش الاكشن المطلوب. طب ايه هو الاكشن المطلوب؟ ان اول حاجه ملومش الضحيه، ممكن تكون عن جهل وعن سن صغير ومش عارفه ان ده غلط او ان ده هيستغل ضدي. 2 ان انا ابقى يعني احتضن الاكشن نفسه، مش هبتدي اعاقب دلوقتي ولا هبتدي اخد اي اكشنز فيها اجريشن، احتوي الموقف بان انا احافظ على كل الادله اللي تثبت انه بيحصل ابتزاز. ايوه هي قلعت الاشارب وبعتت له الصوره بشعرها، انا ما بنكرش ان البنت عملت كده، بس هي عندها كام سنه وهو يعرفها بقاله قد ايه، وهي يعني ايه اللي خلاها تعمل كده. وعلى فكره قلعت الاشارب دي اقل حاجه انا بقولها عشان بس البرنامج ما يتوقفش، لكن في عندي اكتر من كده. تقول لي والراجل يخش عليها يقول لي انا هوريكي الصور بنت بعتها له ايه، الاب بيجي منهار والام منهار. طبعا. ويقول لك انه البنت دلوقتي خايفه ومرعوبه، واحيانا تسيب لهم البيت وتمشي ليه؟ خايفه من رد فعله،
فانا بخش في مشاكل كتير، محتاجه انه اي ابتزاز الكتروني يحصل ابقى فاهمه ان البنت درجه وعيها اللي هي كانت بتعمله شكله ايه، هل هي واعيه تماما ولا هي بتقلد صحابها، ولا هي واقعه تحت تاثير شخص ما ساحر في الكلام، عيونه خضراء وزرقاء وحلوه وجميله. فالبنت اتزحلقت وراحت بعتله صور. 2، هو احنا وصلنا لمرحله ابتزاز فين؟ واحنا بنبعت ولا بعد ما اتخانقنا، ولا انا كنت متورطه من الاول؟ لان هتستغربي جدا ان الاشخاص اللي بتبتز البنات على السوشيال ميديا هتكتشف ان هم دي اللعبه بتاعتهم. فهتلاقي مثلا ان منى ودينا وفين وسيوس وميمي وتوتو لو رحنا بلغنا هو نفس الشخص. فاحنا بنحتاج بيمسك بنات كتير في نفس الوقت بالظبط. فاحنا بنحتاج ان الاهل يبقوا داعمين قبل ما يكونوا بيدوروا على امانهم. هم لما عاقبوها وسحبوا الموبايل وسحبوا الانترنت وكل حاجه، هم بيأمنوا نفسهم ان الاحداث دي ما تحصلش تاني، لكن هم ما تعاملوش مع الحدث بشكل انه يمنعوا فعلا، هو بس مجرد احذفوا من الذاكره بتاعتنا. حلقه فينومينال، حلقه رائعه والله العظيم يا دكتور. انا كنت عارفه، قلبي كان حاسس قلبي دليلي كل المعلومات دي بقى اخدتيني كده ايه فعلا الزحليقه زي ما انا سالت سؤال اتخذت على الرولر كوستر تاني امتى والله اجيلك كده خلاص الحمد لله ده من فضل ربنا. لا والله يا دكتور دايما معلوماتك خياليه وتو ذا بوينت، ويا رب يا رب اي حد يبقى بيتعرض لاي حاجه صعبه يا رب اهله يبقوا داعمين له، وهي تبقى عارفه ان مش هي السبب، حتى لو هي اللي بعتت صوره من الاول تبقى عندها ثقه في نفسها انها تقدر وتروح وتبلغ، لانه هو فعلا انا حاسه انه ده الحل الوحيد قدام البنات. ولازم الدوله يبقى فيه نظام الناس عارفاه واثقه فيه. ما هو احنا بقى عاملين البودكاست ده عشان كده الحق. يعني انا يوم ما صاحبتي حصل لها تحرش اكتشفت، مع اني بعمل كونتنت مع سبيك اب قد كده، والله العظيم معيش رقم النجده. دي كانت صدمه بالنسبه لي، لا معايا رقم النجده، وهي تقول لي اروح الاسم اعمل ايه، اقول لها ما اعرفش، اكلم سبيك اب يا جماعه الحقوني، قلت بودكاست خلاص مش هاي. ربنا دكتور دي مش اخر حلقه لينا مع بعض، لينا الجزء الثاني قريب، وثانك يو ايفري ون، وميرسي يا دكتور قوي انك جيتي لي. ميرسي يا دينا، ثانك يو، انبسطت اني كنت معاكي حبيبتي والله. ربنا يخليكي.